يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الهنا والسعادة. بص، الصينية دي حاجة كده أول مرة أعملها، حقيقي أول مرة أعملها. جميلة جدا وطعمها فظيع جدا. والله العظيم مش بقول كده عشان أنا اللي عاملاها، لا، حاجة حلوة. مكوناتها في البيت وهتشوفوها. أحلى صينية عيش سرايا. عيش سرايا أنا أول مرة أعملها. جميلة جدا، وبرغيفين ولا 3 رغيفة فينو كده هتعملي أحلى صينية. أحلى صينية عيش السرايا. يلا المكونات على طول كده. أنا معايا هنا 1.5 كيلو لبن، ومعايا نص كوباية نشا، وكوباية دقيق. نص كوباية نشا وكوباية دقيق. هحطهم كده على بعض، وهحط كريمة لباني. ما عندكيش كريمة لباني ما تحطيش، ما فيش اي مشكلة. انا حطيت يعني يا دوب معلقتين 3 من الكريمة اللباني، وممكن تحطي جبنة كمان، جبنة مثلثات، جبنة كريمي، اللي انت عايزاه، بتديها طعم حلو قوي كمان. وخلاص كده هحطهم على النار، ويا دوب حطيت برضو 3 معالق سكر فيها على النار، وهنشوف هنعمل ايه هنا. بس ايه، 5 ترغيفة كده فينو عملتهم في الشواية، يا دوب نشفوا بسيط مني، يعني يعني اتحمصوا كده تحميصة بسيطة جدا، ما تخلوش ينشف قوي. وهضربهم في الكبة. انا مش عايزة ضرب ناعم خالص في الكبة، يعني هتشوفوها دلوقتي كده حلوة، يعني نص نص كده. مش هنعمه قوي لان هو مش ناشف لدرجة ان هو يبقى لي زي البقسماط مثلا، لا، يعني عادي بقى. بصوا، مش ناعم قوي ولا خشن قوي، يعني اهو معقول. وهضرب كله بقى مع بعض وخلاص. هنا بقى المهلبية بتاعتي هحطتها على النار كده، وعلى طول ايديا فيها. حطيت كوباية بتاع نص كوباية نشا، وكوباية دقيق، و3 معالق سكر، ويا دوب معلقتين من الكريمة اللباني بتاعت الحلويات. يعني معلقتين 3 كده، إيه كانت عندي فقلت افتحها واحط منها. عايزة تحطي جبنة مثلثات او جبنة كريمي حطي. وضربت وعملتهم على النار كده، ايديا فيهم على طول لغاية ما ادوني القوام ده. يعني كأنك بتعملي مهلبية بتاعتنا العادية بس فيها دقيق. وبس كده خلاص، هركنها على جنب تبرد شوية. هنجيب حلة تاني فاضية كده ونحطها. هحط كوبايتين سكر، كوبايتين سكر كده، ولغاية ما يدوني اللون بتاعي، يعني اللون الغامق الحلو. مش هقلبه الا ما يديني اللون. هنا بقى هحط ماء زهر، يعني ماء ورد يعتبر. انا ما عنديش ماء زهر فحطيت ماء ورد عليه. عايزة تحطي فانيليا حطي، بس هي اصلها بماء زهر. نقطتين كده بسيط يعني. هنا الكرمل اهوت، السكر بتاعي مديني اللون اللي انا عايزاه. هقلبه بقى، ما قلبتوش من الاول خالص. هفضل ايديا فيه، وافضل اقلب فيه لغاية ما كل السكر يديني اللون اللي انا عايزاه. اهو، بصوا اللون ده جميل جدا. هحط له بس حتة زبدة، وافضلي قلبي فيها كده لغاية ما تسيح مع بعض. وهنجهز كوباية مية سخنة وهنحطهم عليه. بس كده خلاص ساحت كوباية مية سخنة، وايديكي فيه، وما تخافيش، وبعدي بس ايديكي وهدي النار عشان بس ما يجيش حاجة عليكي. وقلبي على طول على طول، وما تخافيش مش هيكلكع منك ولا يعمل اي حاجة. كله هيدوب مع بعض. ايديكي فيه على طول كده لغاية ما تحسي ان هو خلاص وتفك كله من بعض خلاص. وانا مهدية النار عشان ما فيش حاجة تفور على البوتاجاز وتبهدلي الدنيا. كده خلاص. هنا كوباية سميد، كوباية واحدة بس سميد، وايديا فيه سميد بتاع البسبوسة من عند العطار، اكياس زي ما انت عايزة. كوباية واحدة دقيق سميد،
هنقلبهم كلهم كده على بعض، وهنكون مجهزين العيش بتاعنا اللي ضربناه في الكبة اهو، ال5 ترغيفة فينو، وهنروح حاطينهم على بعض وهنديهم بقى تقليبة كده حلوة جدا مع بعض. وخلاص كده المكونات بتاعتي هديت وحلوة وجميلة اهو، بصوا خلاص كده. انا هسيبها بس تهدى شوية، هسيبها تهدى يعني شوية كده، وبعدين احطها في الصينية. سبتها هديت كده ثواني مفيش يعني بردت، واروح احطها في الصينية بتاعتي. الصينية عادي انا مش دهنها اي حاجة، لان هي مش هتلزق ولا اي حاجة. هي الحلة بس اللي سخنة، لكن هي من جوه بردت. فرغتها كلها كده، وهبططها بقى يعني بالسباتلة كده، وروحي ايه مبططاها. وبصي وفي نفس الوقت يعني لو قادرة بالجوندي كده، وتروحي بلق ايديكي مية واعملي بايديكي كده. المهم ان انت تبططيها كده وتسويها كلها ساوي كده كلها، اكنك بتعملي صينية بسبوسة. شوفي البسبوسة بنعملها ازاي بقى واحنا بنزين كده، بلي ايديكي مية كده بس وانطريها، وساوي بقى كله. انا هنا سويتها اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا اكنها صينية بسبوسة تحفة تحفة. هسيبها طبعا تبرد في التلاجة شوية شوية، ويكون كمان المهلبية بتاعتي بردت. بصوا شكلها عامل ازاي، فرحانة بيها قوي، وطعمها كمان تحفة كده. خلاص بردت بقت حلوة جدا كده. هحط بقى الخليط عليها المهلبية بتاعتنا اللي احنا عاملينها. عندك برضو جبنة قريش ممكن تضربيها في الكبة وتروحي حطها على الخليط ده، تبقى برضو بتبقى طعمها تحفة. يعني بقولك اي جبنة كده تضربيها كده، بس ما تكون دلعة ما فيهاش ملح، وتروحي حطها عليه. هنا الخليط برد كله اهوت، وهحطها بقى عليه خلاص. سهلة يا جماعة، ومكوناتها في البيت وجميلة جدا. وبصوا بتاكلي خرطة يعني، بصي حكاية حكاية الحكاية. حطي بقى المكون كله، المهلبية كلها عليها كده، ويسويها. انا هحط كله على بعض كده، وهفضل اسوي فيها. شكلها كمان وانتي بتقطعي الخرطة كده جميلة جدا. برغيفين عيش يعني، ممكن تعملي حبة صغيرة، صينية صغيرة، اي حاجة يعني. وتزوقي بقى زي ما انتي عايزة، حتى لو عايزاها من غير تزويق مفيش اي مشكلة. احنا بنشوفها بره كده، وعليها الفستق بقى، وعليها السوداني، وعليها مش عارفة ايه كده يعني. بصي اعمليها كده بس، هزي بس الصينية كده وسويها. وهدخلها التلاجة، يعني سبتها مثلا ساعة ونص ساعتين كده، لغاية ما جمدت مع نفسها كده. بس انا حطيتها كمان في مش في التلاجة، حطيتها في الفريزر ساعة ونص كده، لقيتها جمدت مني قوي. فقلت كفاية كده اطلعها، لان انا كنت نازلة ومستعجلة. قلت اطلعها بقى وايه، وازوقها كده قدامكم. وانا عندي هنا سوداني، وعندي حبة كاجو ضربتهم، وحبة سوداني برضو ضربتهم كده في الكبة. وعملت وخدت منهم الحبة السوداني، عملت فستق كداب. فستق كداب ده بيتضرب كده في الكبة، وبعدين بتحطي له لون صحي، فبيبقى فستق كداب. وبتزوقي كده بيه، بيدي منظر جميل وطعم حلو جدا.
عندك الفستق بقى الاصلي انتي حطي، ما عندكيش حطي سوداني، ما عندكيش سوداني ما تحطيش حاجه خالص يعني، ما فيش حد يقول لك حاجه يعني. هنا بحط السوداني كده، ناحيه سوداني وناحيه ايه، انا قطعتها زي البيتزا كده. ده الكاجو او السوداني، انا مش عارفه مين الكاجو ومين السوداني، بس هو السوداني اللي اتحط الاول والكاجو هو كده يعني، لان حبه الكاجو ايه صغيرين يعني. بس كده، وزوقي زي ما انت عايزه. جميله جدا، بصي شكلها عامل ازاي. والفستق الكداب ده حلو قوي كمان. وخلاص، وهنقطع بقى وناكل. بس هنا كانت جامده شويه مني لانها كنت حطاها في الفريزر، فهاجي اقطعها كده هتبقى متماسكه شويه، لكن انا بعد كده بقى بعد التصوير خالص سبتها. بصوا كانت والله بتاكلي حاجه كده، بسبوسه من تحت ومهلبيه من فوق، يعني حاجه قشطه كده، قشطه على بعض كده، جميله جدا وسايحه جدا وحلوه جدا يعني. بس الخرطة بقى حطيتها هنا كده، طعمها حكاية. اعملوها وجربوها وقولولي ايه رأيكم. عيش السراي. يلا ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لأي حد بيكتب لي كومنت حلو من قلبه، ما تصوروش، انا ببقى سعيدة وفرحانة قد ايه بالكومنتات بتاعتكم، والله العظيم ببقى سعيدة جدا، وبحس ان انا عايزة اقوم اعمل اي حاجة، اقوم اشتغل تاني عشان اشوف الكومنتات يعني التعليقات بتاعتكم الحلوة دي. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.